السلام عليكم حبايب. اليوم الفيديو مخصص للناس المستعجلة، للموظفات اللي يريدون يسوون أكلة سريعة وتتحضر بسرعة وبدون مجهود. أنا أسميه غدا المستعجلين. قبل ما ندخل على طريقة العمل لا تنسوني حبايب بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس الاشتراك حتى يوصلكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. والأخوة غير المشتركين حبايب إذا تعجبكم فيديوهاتي يا ريت تسووا لي سبسكريبشن أي اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كالعادة حتى أيضا توصلكم الفيديوهات. ندخل على طريقة العمل. طبعا هي هذه اسمها كفتة أزمير، هي أكلة تركية أو نقدر نسميها تبسيل كفتة. المكونات حبايب ما راح أدوخكم بيها واحكي بيها لأن مثل ما عودتكم مكتوبة كلها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. الكفتة حبايب ممكن نسويها نجهزها تجهيز مسبق ونخليها بالفريزر الساعة من نريد نسوي الغداء نقليها، نطلعها نقليها ونخلي بقية المواد. راح أضرب بالخلاط كل من معدنوس الثوم والبصل، وأيضا أخلي بيضة واحدة أضربهم كلهم بالخلاط حتى أضيفهم للحم المفروم. أنا هنا عندي تقريبا 400 غرام لحم مفروم، لا هو كلش دهين ولا هو كلش ناشف، وسط. تمام، طلع منه كمية كلش كبيرة. هسا راح أضيف هاي المكونات اللي ضربتها بالخلاط أضيفها على اللحم المفروم حتى أسوي الكفتة مالتي. راح نضيف طبعا التوابل، الملح، فلفل أسود، فلفل مجروش، خليت أني كمون، ممكن تخلون بهارات مال كفتة، ممكن تخلون 7 بهار. هاي البهارات بعد بكيفكم، أنا سويتها بشكل مبسط، كمون وشوية فلفل أسود وفلفل أحمر وملح. هذا هو. ضفت طبعا نص كاسة من البقسماط وراح أبدي أعجن المكونات وراح أبدي أشكل الكفتة مالتي. طبعا الكفتة راح أسويها بشكل طولاني، ممكن يسووها أقراص بشكل دائري مو مشكلة، بس هي الوصفة التركية يسووها بشكل طولاني طويل بهالشكل. أضغطها شوية بأصابعي وأخليها تتشكل بهالطريقة. يعني لا تتقيدون بشكل الكفتة، ممكن تشكلوها بالطريقة اللي تعجبكم. تمام، جدا بسيطة، طريقتها كلش بسيطة. بس أضغط عليها بأصابعي تعطيها شكل حلو، مجرد تغيير للشكل. يعني دا تشوفون هاي كمية، يعني طبعا ما عديت كم واحدة بس كمية يعني كل زينة بحيث كفتني، حتى خليت منها بالفريزر، حضرت منها الغداء وخليت منها بالفريزر. هاي تخلوها بالفريزر حبايب الساعة ما تريدون تسوون هاي الأكلة تطلعوها، وأيضا ممكن تقلوها وتخلوها بساندويتشات، يعني تسووها بالعشاء ويا ساندويتشات، هذه مو شرط إلا بهاي الأكلة بالذات. هسا نحضر الصلصة مالتها، نخلي شوية زيت نباتي أو زيت زيتون، فد كمية قليلة بجدر، وننزل عليها خاشوقة أكل أو ملعقة أكل، معجون طماطة، نضيف عليها طماطة مبشورة، طماطة كبيرة أو طماطايات 2 صغار مبشورات بدون القشر طبعا. أضيفها للمعجون أخلطها، وراح أخليه رشة من الفلفل الأسود والملح، هاي طبعا حسب الرغبة انتو بكيفكم ايش قد تريدون تضيفون. وأعوفها تقريبا 10 دقائق أقل حتى الطماطة تتسبك. أضيف عليها استكان من المي المغلي أو نص كوب هو يعادل لي استكان. أتركها سل الصلصة تتسبك لمدة تقريبا 15 دقيقة. بهالأثناء أني لازم أقلي الكفتة وأقلي وياها بوتيتا، وأني محضرة طماطة، طبعا الطماطة تقشروها وتقطعوها أرباع مثل ما أني مسوية، وفلفل أخضر كذلك. وعندي هنا فد استكان أو نص كوب من المي. راح أبدي أقلي البوتيتا، قطعتها بهالطريقة، هاي نسميها وجز هنا قطع، يعني لا هي الفنجر أم الفنجر هاي الطولانية ولا هي قطع مدورة بهالشكل هذا. أخليها أقليها 3/4 سوا تستوي، 3/4 السوا. نخليها طبعا بعد ما نطلعها من الطاوة نخليها على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت الزايد من عندها. وبنفس الطاوة بنفس الزيت راح أقلي الكفتة
كفتة كلش لذيذة، ومثل ما قلت لكم ممكن تستعملوها على العشاء ويا زلاطة، ويا خضروات، ويا طرشي. أهم أنا أخليها تتقلى بس إنه تتحمر من الوجهين، ما ريتها تستوي 100%. أطلعها. هسه نبدي نرص البوتيتا والكفتة بهالطريقة في البايركس. تجيبوا لكم قالب بايركس بهالطريقة تصفطوها. وهسه حبايب أجيب الصلصة اللي سويتها وأخليها عليها، أخليها داير مداير بهالشكل. هي ما يصير بيها مي، يعني مو مثل التبسي العادي اللي احنا متعودين عليه لازم بيها سائل من نطلعها وناكلها مشون المرقة، لا، هاي بعدين تنشف السوائل مالتها. ونبدي نصفط الطماطة والفلفل بهالشكل. الفلفل الأخضر أنا لقيت فلفل صغير، هاي الحجم الصغير، طبعا هذا فلفل حلو مو حار. إذا ما عندكم هاي الأحجام ممكن الفلفل العادي تقطعوه أرباع مثل ما سوينا ويا الطماطة بهالشكل. هذا الفلفل والطماطة ما تقلوهم، مجرد تقلون الكفتة والبوتيتا بس، أما الفلفل والطماطة تخلوهم بهالشكل صحيحات. تتصفط بهالطريقة. وهسه حبايب البايركس جاهز انه يدخل الفرن. تخلوه بفرن محمي من قبل 450 فهرنهايت او 230 درجة سيليزي، ما يعادل 230 درجة سيليزي. تعوفون نص ساعة فقط إلى 40 دقيقة ويكون الطبق جاهز. ومثل ما قلت لكم ممكن تاكلوه ويا التمن أو ويا الخبز. إن شاء الله تعجبكم الوصفة حبايب، وألف عافية مقدما.